احنا في زمن الانسان ممكن يتحد مع اي حد علشان يوصل اللي هو عاوزه. بس السؤال هنا، هل الواحد ممكن يشرك بالله علشان يحقق حلمه؟ قصتنا النهاردة عن شابة قررت تتحد مع شيطان مقابل احلام نفسها تحققها. هل هتكمل مع شيطان ولا هتلحق نفسها وتتوب؟ اسمع القصة للآخر علشان تعرف حكاية سلمت روحها للشيطان. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صاحبة القصة بتحكي وتقول: أنا اسمي أمنية، ليا صاحبة بحبها قوي. كنا قاعدين مع بعض في مرة وقلت لها: معقولة يا ندى تعملي كده وليه؟ عشان خايفة من الامتحانات؟ وإيه يعني؟ الامتحانات دلوقتي بقت مرعبة؟ وصلت يا ندى إنك تروح تشركي بالله عشان مجرد امتحانات؟ عقلك خلاص ما بقاش موجود. قالت لي: أيوة، وانت مالك يا أمنية؟ دي حياتي مش حياتك انتي، وانا حرة فيها. ردها صدمني اكتر، ما كنتش عارفة اقول لها ايه. سابتني ومشيت. ندى دي كانت اكتر من صاحبتي، كانت زي اختي. مشيت في طريقي للبيت ودموعي نازلة على خدي، قلبي كان مكسور بسبب صاحبتي. دخلت البيت لقيت امي بتقول لي: مالك يا بنتي، في حاجة؟ قلت لها: لا مفيش يا ماما، انا كويسة. قالت لي: طيب احضرك الغدا؟ قلت لها: لا مش جعانة، انا تعبانة شوية وهدخل انام. قالت لي: طب يا حبيبتي تصبحي على خير. لقيت اختي فاطمة دخلت علي الاوضة وبتقول لي: تعرفي يا بنتي يا امنية، انا نفسي اشتري العربية دي، عاوزاها باي شكل. رديت وقلت لها: بكرة تشتغلي وتعرفي تجيبيها يا فاطمة، سيبيني انام علشان تعبانة قوي. انت عارفة عايزة قد ايه شغل عشان تجيبيها؟ قالت لي: تصدقي انا غلطانة اني اتكلمت معاكي، الكلام معاكي يسد النفس. قلت لها: يعني عايزاني اقول لك ايه يا فاطمه، بالعقل يعني؟ قالت لي: طب يا حبيبتي نامي نامي تصبحي على خير. رديت وقلت لها: وانت من اهل الخير، ربنا يهديكي. وانا نايمه على السرير جالي اتصال، كان رقم غريب. كنت قلقانه شويه فرديت: ايوه. لقيت واحد بيقول لي: انت امنيه؟ قلت له: ايوه انا امنيه، خير مين معايا؟ قال لي: معاك الضابط مصطفى، ضابط تحريات. قلت له: اهلا، خير حضرتك؟ قال لي: في جريمة قتل لراجل كبير في السن، فعاوزينك في الاسم. قلت له: حضرتك مين الراجل ده؟ قال لي: اسمه محمد المغازي. جالي صدمة معرفتش ارد، علشان الراجل ده يطلع ابو. قطع سرحاني الضابط وهو بيقول لي: تعرفيه يا استاذة؟ قلت له: ايوه اعرفه حضرتك. قال لي: تبقى تشرفينا على الاسم. قلت له: حاضر حاضر، جاي لحضرتك. قفل السكة وكنت مصدومة، ما بقتش عارف اعمل ايه. هل ارن على ندى واقول لها ابوكي مات؟ بس ثواني، اكيد في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة. قمت لبست هدومي ولقيت امي دخلت عليا وبتقول لي: في حاجة يا بنتي؟ كنت بتتكلمي مع مين؟ قلت لها: لا مفيش حاجة يا ماما، ابو صاحبتي تعبان وهو في المستشفى، وصاحبتي لوحدها معاه عاوز حد يساعدها. ماما قالت لي: الف سلامة عليه، ابقي طمنيني عليه. نزلت ومش عارفة ما قلتش لماما ليه الحقيقة، بس انا مش عاوزاها تقلق عليا ولا عاوزاها تتعب معايا. وصلت القسم كان مقلوب عساكر، وكنت حاسة ان في حاجة كبيرة حصلت. دخلت على ضابط المباحث ولقيته بيقول لي: اتفضلي يا امنية. قلت له: في حاجة حضرتك؟ رد وقال لي: ده في حاجات مش حاجة واحدة. تعرفي محمد المغازي؟ قلت له: ايوه حضرتك، ده ابو صاحبتي، هو جرى له ايه؟ قال لي: احنا لقيناه مقتول في شقته، اتقتل بسكينة في قلبه. جالنا بلاغ ان في صوت صريخ جاي من الشقة وخبط وراجل بيطلب النجدة. فلما دخلوا الشقة لقوا الراجل مقتول، فبلغونا على طول. قلت له: وانا ايه دخل حضرتك؟ قال لي: هقولك دلوقتي. لما وصلنا الشقة الناس بلغونا ان بنت الراجل المقتول ده مش موجودة نهائي، اختفت، وعرفنا ان اسمها ندى. بعد التحريات والتفتيش لقينا موبايل ندى. لما فتحنا التليفون لقينا اسمك في اول السجلات. رحنا اتصلنا بيكي يمكن نطلع منك بمعلومة وتقول لنا مين ندى وايه الكتاب اللي لقيناه في اوضتها. قلت له: انا هحكي لحضرتك. قال لي: احكي يا امنية انا سامعك. قلت له: بص حضرتك، ندى دي كانت اقرب واحدة ليا، كنا اكتر من اخوات، كنا بنقعد جنب بعض في الدراسة.
مشكلتها إنها كانت على طول فاشلة في دراستها، وكانت بتجيب درجات وحشة في الامتحانات. بعد مرور الأيام اتفاجئت بيها في آخر السنة، لقيتها شاطرة قوي في الدراسة، وكمان كانت بتجيب أعلى درجات النجاح. أي واحدة مكاني ما تستغربش منها وهتقول إنها بتذاكر وتجتهد. كلنا كنا بنفكر كده، بس الحقيقة غير كده خالص. محدش كان متوقع الحقيقة. لقيت ندى اتغيرت في آخر أيامها، من بنت طيبة وجميلة لبنت إبليس نفسه يخاف منها. ما بقتش ندى اللي أنا أعرفها، ملامح وشها اتغيرت قوي. ولما سألتها إيه اللي حصل لك يا ندى، ما كنتش متوقعة ردها خالص. قالت لي خليكي في حالك يا أمنية ومتدخليش في اللي مالكيش فيه. ردها صدمني. مش دي ندى صاحبتي؟ كل حاجة اتغيرت لما جابت كتاب من موقع على النت. الضابط قال لي من أنهي موقع يا أمنية؟ قلت له مش عارف حضرتك موقع إيه، بس لما بحثت عن موقع تاني لقيتها اختفت، ما بقتش موجودة. الضابط قال لي كملي يا أمنية. كملت قلت بس حضرتك أنا شفت الكتاب مرة واحدة بس معاها، وكنت عايز أعرف الكتاب ده إيه وبيتكلم عن إيه. الضابط قال لي طيب هل ندى ليها قرايب بتروح عندهم أو مكان معين؟ قلت له لا حضرتك، عاوز أسألك على حاجة. قال لي اتفضلي. قلت له هو الكتاب كان بيتكلم عن إيه؟ قال لي ده شيء ما يخصكيش يا أمنية، وشكرا ليكي، لو في جديد هنبلغك، تقدري تتفضلي دلوقتي. طلعت من عنده وأنا في دماغي ألف سؤال. معقولة ندى تقتل أبوها؟ ولا في حاجة غلط؟ أكيد في حاجة غلط. وأنا ماشية في الشارع اتفزعت لما حد شدني من ورايا وحط إيده على بقي. كنت خايفة ومرعوبة، بس هديت لما شال إيده من عليا وقال لي ما تخافيش أنا ندى. قلت لها ندى؟ إزاي؟ ولابسة ماسك ليه؟ قالت لي انت غبية يا أمنية، مش الحكومة بتدور عليا؟ قلت لها أيوة صح. وبعدين تعالي هنا، ايه اللي حصل؟ وابوك مات ازاي؟ وايه سر الكتاب ده؟ فهميني. قالت لي بص يا أمنية، انا هفهمك كل حاجة، بس ارجوك سامحيني، انا ما كانش قصدي كل ده، مش عارفة دماغي كانت فين ساعتها. قلت لها ما تعيطيش وقولي وانا هسامحك، وانت فعلا اللي قتلت ابوكي؟ قالت لي ايوه قتلت يا أمنية، هو اللي قال لي اقتله مش انا. قلت لها مين ده يا ندى اللي قالك اقتليه؟ ردت وقالت هو اللي قال لي اقتله علشان يعمل لي اللي انا عايزاه، علشان يحقق لي حاجة لازم اقدم له قربان، ومش اي قربان، لا لازم يكون في صلة دم بينا. قلت لها تيجي تقتل ابوكي علشان مجرد امتحانات يا ندى؟ انت مجنونة، انت عقلك راح فين؟ قالت لي ارجوك سامحوني، وهو مش هيسيبني، هيقتلني يا أمنية، هيقتلني. قلت لها ما تعيطيش يا حبيبتي، ومحدش هيقدر يقتلك. لقيتها بتقول لي مش قلتلك ما تدخليش في مالكيش فيه يا أمنية؟ نبرة صوتها اتغيرت، ملامح وشها اتغيرت للغضب، كان شكلها مفزع ومخيف، وكنت خايفة منها. قلت لها مالك يا ندى مالك؟ قالت لي قلتلك خليكي في حالك ومالكيش دعوة بندى وإلا هتندمي. قلت لها بخوف حاضر. صرخت في وشي صرخة عمري ما هنساها، صرخة جاية من الجحيم. كنت مرعوبة ومفزوعة، لقيتها جريت وهربت مرة واحدة. أما أنا واقفة مكاني ومصدومة مش عارفة أعمل إيه. قررت أروح البيت وما دخلش نفسي وماليش دعوة بيها، بس فكرت شوية وقلت لأ، دي مهما كانت صاحبتي برضو ومينفعش أسيبها لوحدها. في وسط سرحاني لقيت رسالة جاتلي من ندى. اتفزعت، خفت من الرسالة، قريت الرسالة بصعوبة. الحقيني يا أمنية الحقيني. مش عارفة أعمل إيه، أروح لها فين دلوقتي؟ الساعة 11 بالليل، ومش عارفة كمان هي قاعدة فين دلوقتي. بس بحثت عن مكان الرسالة وعرفت مكانها. اتسحبت وجاية نازلة من البيت لقيت أخت فاطمة بتقولي بتتسحبي رايحة فين يا أمنية؟ قلت لها رايحة لأبو صاحبتي علشان تعبان، وصاحبتي لوحدها محدش معاها يا فاطمة. قالت لي طيب ما تتأخريش يا أمنية وإلا هقول لماما. قلت لها حاضر يا فاطمة. رحت بسرعة على المكان، بس اتفاجئت إن المكان مفيهوش ناس كتير، شوارع شبه فاضية وضلمة قوي، والمباني تحسها فاضية من السكان. مسكت تليفوني ورنيت على رقم، مفيش رد. التليفون بيرن بس مفيش رد. لمحت ضوء خفيف على آخر الشارع، بما إن الشارع مفيهوش نور فالضوء باين قوي حتى لو خفيف. كنت بمشي ببطء رهيب من كتر الخوف والقلق والتوتر اللي أنا فيه. بمجرد إني أرن على ندى ألاقي الضوء بينور تاني، لكني شخص ماسك موبايل ندى ومستني حاجة معينة.
قلت لنفسي اكيد الشخص ده مش ندى، مش باين من الضلمة ده مين. كنت مترددة بصراحة اروح ولا لا. بمجرد الرنة تخلص ما بشوفش حاجة، اجي ارن تاني الضوء بيظهر والشخص ده بيظهر من غير ملامح. جمعت شجاعتي وقلت لازم اروح لغاية ما وصلت، ويا ريتني ما رحت. لقيت ندى مقتولة، ايوه مقتولة. مش قادر اوصف المنظر من بشاعته. كنت خايفة مرعوبة، كنت منهارة. سمعت صوت من ورايا، كان صوت الشرطة. فرحت انهم جم اخيرا. لقيتهم لفوا حواليا وقالوا لي اثبتي عندك وارفعي ايديك لفوق. ما كنتش متوقع ردهم. يعني ايه؟ انا ماليش ذنب في حاجة. قلت لهم حضرتك انا ما عملتش حاجة صدقوني. قالوا لي انت مقتنع بكلامك ده؟ والسكينة اللي في ايدك دي وغرقانة في دمها ده ايه؟ قلت لهم سكينة ايه؟ بصيت في ايدي لقيتها سكينة، رميتها على طول. يعني ايه؟ يعني انا اللي قتلت؟ مش معقول. قالوا لي اهدي وسلمي نفسك بهدوء. قلت لهم انا ما عملتش حاجة صدقوني، ما عملتش حاجة. افتكرت الرسالة اللي بعتها لي ندى وبتقول لي الحقني. ازاي ما جاتش في بالي من الاول؟ قلت لهم حضرتك انا عندي دليل اني ما عملتش حاجة، والدليل اهو. والكارثة لما طلعت الموبايل ما لقيتش الرسالة. يعني ايه؟ راحت فين؟ ما بقتش على اعصابي خلاص، اعصابي انهارت. قالوا لي اهدي وسلمي نفسك بهدوء ومش هنقولها مرة تانية. خلاص استسلمت الامر واقع وسلمت نفسي، وركبت معاهم ورحنا القسم. وبعد تحريات عني قعدت حوالي يومين. اكتشفوا في الاخر اني ما عملتش حاجة، والقضية دخلت في حاجة ما وراء الطبيعة. كانت قضية غامضة محدش عرف يحلها، وكانت ملهاش اجابة. اخدت افراج اخيرا، فرحت، بس فرحتي ما كانتش الاخر. كنت طالعة من القسم على امل اني الاقي حضن امي مستنيني، الاقي حاجة من ريحة امي. طالعة ببص يمين وشمال مش لاقي امي، بس لقيت حاجة غريبة. لقيت شخص راكب عربية بيشاور لي، ما كنتش اعرف مين ده. رحت بفضول اعرف واشوف مين الشخص ده، والصدمة اني لقيت اختي فاطمة. ايوه فاطمة، وكانت راكبة عربية اللي كان نفسها فيها. قلت لها ماما فين يا فاطمة؟ الا ماما يا فاطمة. لقيتها ابتسمت ابتسامة كلها شر وبتضحك ضحك هستيري، وقالت لي بنبرة مش صوت اختي خالص، كان صوت مرعب: اتمني يا امنية. وهي دي نهاية حكايتي.